احنا ليه كمجتمع في داهيه ورايحين في داهيه. لما شفنا فيديو محمد صلاح وهو في المعبد البوذي حصل حمله هجوم كبيره جدا عليه، وقتها انا عملت فيديو بقول ان الراجل ما غلطش في حاجه. اتفقت او اختلفت دي قصه ثانيه. المشكله ان الاختلاف بياخد شكلين، شكل انا مختلف معاك فيلا نتناقش، وشكل انا مختلف معاك فانت شخصيه سيئه جدا وتبدا تغلط في الشخصيه ذات نفسها. حد مختلف مع صلاح بيغلط في صلاح، ده اسمه اغتيال للشخصيه، character assassination. لان انت مش قادر كانسان ناضج عاقل تستمر في سلسله من النقاش المنطقي ولا تستطيع الدفاع عن فكرتك، فبناء عليه تتجه للاتجاه ده. اغتيال الشخصيه ده مصيبه، ده بدايه الجمود العقلي اللي يتبعه الفكر المتطرف. وبما ان الفيديو كان عن محمد صلاح معبد البوذي اللي حضر فيه جلسه من التامل، طب يلا نستخبى ورا الاسلام ويبدا الهجوم او الجمود من وراء فكره الاسلام. وجه هنا الجمود ظهر بقوه جدا، يلا مش عاجبنا صلاح نشتم صلاح ونستخبى ورا الاسلام. الاسلام ما قالناش كده، الاسلام قال لنا نفكر وناخد قرار بعد ما نسمع. الاسلام قال لنا افلا يعقلون، افلا يتفكرون، افلا يتدبرون. مش هي كده، لا هي مش كده، هي مش كده خالص. واحنا بنسمع نفكر وبعدين نطلع قرار، وبناء عليه قبل ما ندخل في النقاش المنطقي العقلاني محتاجين نحط 3 حاجات نناقش على اساسها. اول حاجه يعني ايه شخص مهم، يعني ايه حاجه مهمه، ويعني ايه فعل مهم. شخص مهم ممكن نعرفه على انه انسان عنده قدره انه ياثر في الاخرين، ليه قدره على التاثير. فلما نبص على انبياء الله سيدنا محمد عيسى موسى، دول فيهم شخصيات لهم تاثير كبير جدا في البشريه. طيب هل في شخصيات تانية؟ هل في شخصيات تانية في العالم الحديث ليها تاثير؟ الزعماء، الحكماء، عندكم مثلا جمال عبد الناصر، انور السادات، دي شخصيات كان ليها تاثير لانه اثر في ملايين الناس. طب نبص طبقه تانية، الاعلاميين الممثلين، الراجل ده وهو قاعد بيعمل حاجه بتاثر في ملايين الناس. ننزل طبقه والاحدث اللي بيقدر ياثر في حياه الناس وسلوكهم، مشاهير السوشيال ميديا اللي هو حرفيا بقى اسمهم مؤثرين سوشيال ميديا او سوشيال ميديا انفلونسر. ده الشخص المهم، واعتقد ان احنا هنتفق على ان الاهميه انه بيعرف ياثر مش القيمه، لان ممكن يبقى في حد مؤثر ايجابي ومؤثر سلبي. هتختلف، هقول لك اصبر خد اللي وراها. يعني حاجه مهمه، حاجه مهمه يبقى حاجه تفيد البشريه، دي حاجه مهمه. يعني انا لو بعالج مريض دي حاجه مهمه، لو بعمل اكل الناس بتاكله دي حاجه مهمه، حاجه مهمه للمجتمع للناس، من غيرها الحياه يبقى فيها ازمه. طيب يعني ايه فعل مهم؟ فعل مهم هو فعل يأثر في البشريه وغالبا بشكل ايجابي، دي حاجه مهمه بالنسبه لنا رغم ان ممكن يبقى فيها ملهم بشكل سلبي. طيب ناخد لو اتفقنا على ال3 نقط دول، ناخد محمد صلاح واللي عمله ونحطه على المقياس ده. محمد صلاح وفقا ان الكلام ده شخصيه مهمه 100%، ليه تاثير بيصل الى الاف ملايين الناس في مصر، العالم العربي والعالم اجمع. هل محمد صلاح بيعمل حاجه مهمه؟ لا، كوره حاجه مش مهمه. لما تقارنها لي بالطب بالهندسه، العالم ما يعرفش يعيش من طب، ما يعرفش يعيش من غير هندسه، ما يعرفش يعيش من غير مزارع، يعرف يعيش من غير كوره، مجرد وسيله تسليه. طيب محمد صلاح بيعمل فعل مهم؟ محمد صلاح بيعمل حاجه غايه في الاهميه. نتكلم بعد 11 سبتمبر وكان في حمله تشويه ممنهجه ضد الاسلام والعالم العربي. ما نتكلم قبل 11 سبتمبر انت عندك 3 جيوش قويه في الوطن العربي، العراق مصر وسوريا. 11 سبتمبر مسحوا بعدها العراق، دخلنا في الربيع العربي مسحوا سوريا. حملات تشتيت، حملات تشويه شديده على الوطن العربي. نيجي نتكلم على مصر لما قامت الثوره وتبعتها الحركه الارهابيه، تبعها انحدار قوي جدا وانخفاض في قدوم السياح. حد يقول لي يعني ايه السياح ما يجوش؟ مش مهم. اقول لك يا فندم انت دوله عندك 100 مليون، دوله مواردها محدوده. الفلوس اللي كانت بتيجي من السياحه دي بتشغل ناس، بتاكل ناس، بتعالج مريض فقير على نفقه الدوله. لما السياح دول ما بقوش موجودين، حرفيا في ناس جاعت، حرفيا في ناس ما عرفتش تتعالج. محمد صلاح شخصيه اسمه محمد، دخل في المجتمع الغربي حبوه جدا. ايه ده؟ لا ده في واحد مصري هو جميل، واحد مصري بيتصور في السياحه في مصر والدنيا بيس، واحد مصري بيتكلم حلو عن مصر، واحد مسلم اسمه محمد. ده واحد ليه دور في ان في سياح جم من كل دول العالم لمصر لانه كان سفير حسن لمصر. نقدر نقول ان الفعل اللي عمله محمد صلاح فعل غايه في الاهميه على مستوى عالمي. حرفيا قد يكون الفرق ما بين واحد جاع وكل، فرق بين واحد مريض
وعمل عمليه، او واحد مريض لا قدر الله مات. ايوه، لما تبص على سياق او نطاق بلد، كل حاجه جنب حاجه بتبني بلد. بلد ما بتتبنيش من لا شيء. بناء عليه محمد صلاح شخصيه مهمه، بيعمل حاجه مش مهمه اللي هي كوره، بس ليه افعال مهمه على مستوى البلد. محمد صلاح شارك في حمله قوميه ضد الادمان، عجز كتير في البلد انه يطلع الشباب دول من الادمان، باقبال اسطوري على خط علاج الادمان اللي كان بيتكلموا عنه. لما يجي حد يقول لي ايه اهميته، اقول لك يا سيدي هو راجل مهم. الكوره مش مهم، بس هو علشان محبوب ومشهور مؤثر، هو شخصيه مهمه. دي مقدمه، نتناقش بقى في الفعل اللي عمله. الفعل اللي عمله حصل اختلاف، حصل هجوم يمين وشمال. طب الهجوم لما نقسمه كده في حتتين، نحط حتتين. الحته الاولى ان محمد صلاح راح معبد بوذي، وان ده خرج من مله، وان ده راجل عايز يبقى بوذي وبيدعو للبوذيه. ده اللي اتقال، خليها دي هنا. شوف الثانيه، محمد صلاح شارك في جلسه تامل، وجلسه التامل دي من الشعائر البوذيه. ماشي. النقطه الاولى حضراتكم، او الادعاء هنسميه الفرضيه الاولى، ان محمد صلاح راح فهو خرج في المله وهو بيدعو للبوذيه. طب ما حضراتكم عمر بن الخطاب امير المؤمنين، امام المؤمنين، عمر بن الخطاب راح كنيسه. طب دور ورا، راح كنيسه، ما خرجش من مله وما دعاش الناس للمسيحيه. طب حضرتك، ما كل المسلمين والمسيحيين واليهود والملحدين والعلمانيين اللي بيدخلوا مسجد صحابه في شرم الشيخ او انا صوفيا في تركيا خرجوا من ملتهم بقوا بيدعوا الناس للاسلام؟ طب المسيحيين لما بيجوا الازهر يحضروا فرح او كاتب كتاب يخرجوا من المله؟ طب المسلمين لما بيروحوا كنيسه، انا رحت كنيسه حضرت افراح زمايلي وباركت لهم، ما خرجت من المله؟ طب امي تلاقي الله تعبد الكرنك، بيعبدوا رع وبيدعوا العباده الوثنيه الفرعونيه. في ناس بتعجبهم قالوا كلمه وثنيه دي، هم دول اللي بيعجبهم قوي قوي تطرف فكري. طيب، فبالمنطق كده، بما ان الفعل ده مش قائم، احنا قادرين نثبت ان الفرضيه الاولى دي غلط. الفرضيه الثانيه، بما انه شارك في احد الشعائر البوذيه بشكل او باخر، يبقى ان هو عمل حاجه غلط وخرج من مله، ونفس الكلام الجميل. ماشي. طب ما حضراتكم، ما مش الشعائر الاسلاميه الصيام؟ ده مش الشعائر الاسلاميه. الغرب دلوقتي اكتشف بعد سنين ان الصيام ده من الحاجات اللي بتظبط السكر في الدم وممكن يساعد في نقصان الوزن، فبناء عليه ابتدوا يصوم. لا ده خد كمان الصيام المطول اكتشف انه بينشط ميكانيزم اسمه الاوتوفاج. الاوتوفاج ده يقدر يدمر خلايا سرطانيه او يدمر خلايا مرضيه في جسم الانسان، واللي اكتشف الكلام ده خد عليه جائزه نوبل في الطب. يبقى اصبح كل الغربيين بكل فئاتهم، مسلم مسيحي يهودي بوذي وات ايفر، عمل كده، هو ده احد الشعائر الاسلاميه، يبقى ده مسلم بيدعو للديانه الاسلاميه. طيب جلسات التامل او ميديتيشن، معروف او مش معروف بقى، بنتكلم بعلم، هو مثبت ان هي بتحسن الريجوليشن او تنظيم المشاعر الداخليه للانسان، وبتقلل اضطرابات القلق، بتقلل الاكتئاب، وكمان بتساعد نوع منها على التعامل مع الالم ونقصان الالم. دي حاجات احنا موجوده في جايد لاينز، يعني في ارشادات اكلينيكيه علاجيه للالام. طب يعني العلم بيقول الحاجه دي مفيده للبشريه، وبالفعل في ناس بتعمل شعائر جزء من الاسلام ده ما خلاهمش مسلمين. اشمعنى بقى لما محمد صلاح عمل دي ده خلاه بوذي؟ فيجي واحد تاني يطلع طلعه قويه، ما يعمل الشعائر الاسلاميه هي هتغنيه. يا سيدي ماشي يا سيدي، احنا ما قلناش حاجه، الشعائر الاسلاميه حلوه وجميله، بس لقى ناس بيقولوا هنعلم حاجه جديده، حاجه دي هتفيد. يقول لا، ليه ما يتعلم؟ ما الاسلام قال لنا اطلبوا العلم ولو في الصين. مش الاسلام سعانا على بحث عن العلم؟ ما ده علم، بنتكلم بقى علم. لا هو علم، وعلم هو مثبت، هو مثبت علميا بحثيا. يبقى كده الفرضيتين ليس صحيحتين. مش اي حد دخل دار تتبع اي ديانه ثانيه ترك المله وبقى منها، او اعمل احد الشعائر طالما هي مفيده للبشريه وهي ليست دعايه او عباده لغير الله، حرام. دلوقتي بعد ما ناقشنا نقطتين بمنطقيه وبدلائل وقرائن ان هو لم يخطئ بشيء، هتلاقي ناس رغم ان احنا ناقشنا هم في حاله من الغضب ورافضين ومتضايقين. هل المشكله في فعل صلاح ولا المشكله في صلاح؟ في ناس كل المشكله عندهم ان هم حاقدين حاسدين على صلاح، يمكن عشان فلوس، عشان الاهتمام، علشان اي حاجه. ماشي، هنا بقى محتاجين وقفه مع النفس، محتاج افهم اللي انا بعمله ده غلط، لان انا ديني قاليش كده. انا ديني قال لي لو واحد ملحد وبيعمل حاجه غلط، ادعوا الى ربك بالحكمه والموعظه الحسنه.
انا ديني قال لي ده لو واحد ملحد وبيعمل حاجه غلط فادعوا الى ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. قول له بالراحه، مش هنزل تريقه وتهزيء فيه. هو مش صح كده. ان كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللي احنا بنعمله ده بيؤدي لجمود فكري. يا جماعه يلا نفكر بالعقل بالمنطق. النبي عرفوه بالعقل. نفكر نتعلم مع بعض. يبقى سلسله من التعليم في الكليات الطبيه ان نعلم الناس يفكروا تفكير منطقي، 1+1=2 وليس عاطفي. انا مش عشان بكره ده يبقى وحش، مش العلاج الفلاني اللي بقاله 40 سنه علشان احنا هذا ما وجدنا عليه اباؤنا نتبعه، لا. احنا بنفكر نتعلم نتطور ونطلع لقدام. الجامعات الغربيه سبقتنا لانها بقت تسمع وتفكر وتطلع الاصلح وتمشي عليه. يا ساده يا كرام، انا مش عاجبني الجمود الفكري، فدايما باخد خطوات ان احنا نتعلم نفكر مع بعض. طيب يمكن انا بعمل ده مع طلابي مع المرضى، لان ده بيفرق في عقل المريض باي ذا واي. هحاول ان شاء الله كل جمعه، واعذروني ان لم استطيع بسبب شغل الجامعه والعياده، ان يبقى في فيديو، نعمل سلسله فيديوهات اسمها يلا نبني نفسنا، نبني اخواتنا، نتعلم نناقش حاجات. خلينا نقول اول موضوع نتكلم فيه حاجه اسمه تغيير الادراك. نفهم ان احنا ما بنشوفش الواقع، احنا بنشوف ادراكنا عن الواقع، وازاي نتعلم ازاي نحيده كأداة معايا مش ضدي. ان انا اشوف واقع اسود مظلم كئيب وهو مش كئيب وعامل نفسي اكتئاب على الفاضي. لو الموضوع ده يهمك فولو، شارك في القناه، يعني ان شاء الله هي هتبقى اكتف، هي بقى لها فتره مش شغاله، وان شاء الله هننزل فيديو جديد يوم الجمعه القادم. شكرا.